السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ رب تكونوا بخير، واهلا بكم في قناتكم هاوي عصافير الجنة. معايا هتربي عصافير بجد. هنكمل كلامنا ان شاء الله. وفيديو النهاردة فيديو مليان حاجات كتير هنعملها ومحتاج تركيز. هنبدأ بقى الشغل اللي بجد مع الطيور. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت كمقدمة كده عن فصل الطيور وعن تطهير البياضات، وهنكمل كلامنا بإذن الله في الفيديو ده. ميزة سلسلة فيديوهات تجهيز الطيور لموسم الإنتاج إن هي تنفع للهاوي اللي عنده زوج واحد، أو الهاوي اللي عنده مزرعة صغيرة، أو الهاوي اللي عنده مزرعة كبيرة وكمية طيور كبيرة، وتنفع للهاوي اللي عنده طيور غالية والهاوي اللي عنده طيور رخيصة. فأنا في السلسلة دي إن شاء الله بكلم كل الهواة، وكل الهواة يقدروا يستفيدوا من سلسلة الفيديوهات اللي أنا شغال عليها بإذن الله، عشان نعمل موسم إنتاج ناجح. وهي فعلا مجموعة فيديوهات مهمة. فلو انت اول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تبخلش علينا باللايك والشير علشان تفيد غيرك والفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. كان اول حاجة قلناها هي ان انا هبدأ افصل الزوج، وهبدأ افصل الذكر واسيب الانثى هي اللي تكمل فطام الزغاليل. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الزغاليل اتفطمت على خير. تمام. اللي ظاهر قدامكم ده اللي كلها زغاليل اتفطمت. تمام. الانثى خلاص انا كده بدأت اشيل الانثى من مع الزغاليل واسيب الزغاليل تعتمد على نفسها. معلومة بس عايز اوضحها في اول الفيديو، المفروض ان احنا خلال الموسم دايما بنسيب الذكر هو اللي يكمل وبنريح الانثى. يعني انا خلال الموسم بشتغل كده، لما الانثى توصل مثلا سن الزغاليل لحد اسبوعين بشيل الانثى ترتاح، وبسيب الذكر هو اللي يكمل فطام الزغاليل. ده خلال الموسم، خلال الاعشاش اللي بتبقى في الموسم. طب ليه انا بعمل كده؟ ده له مجموعة فوائد في الموسم. اولها ان انا بريح النتاية قبل ما تبدأ عش جديد. النتاية بيبقى عليها مجهود كبير في التأكيل وفي التحضير، غير الذكر بيبقى مرتاح شوية عن الانثى. تالت حاجة ان انا لما بفصل الزوج بهيئ الزوج كده ان انا اول ما ارجع له النتاية ان شاء الله يبدأ عش جديد. فده اللي انا بعمله خلال الموسم لما انا بفصل الانثى واسيب الذكر هو اللي يكمل. طب انا هنا في نهاية الموسم، تمام، وانا هبدأ ارتب مزرعتي من جديد، فانا ببدأ افصل الذكر واسيب الانثى هي اللي تكمل، عشان انا عايز الذكر الاول ما يبدأش يخصب بالانثى او يبدأ عش جديد. تمام. واطمن ان الزوج مش هيبيض تاني. دي اول حاجة. تاني حاجة اسيب الزوج في المطار، بحيث ان اسيب الذكر في المطار بحيث ان هو يبدأ يرتاح ويطير في مكان واسع على ما الانثى تخلص فطام الزغاليل. لكن الانثى بتبقى ارتاحت كذا مرة خلال الموسم، فانا هنا سبت الذكر هو اللي يرتاح وفصلت الذكر وسبت الانثى هي اللي تكمل تحضير الزغاليل. تمام. دي بالنسبة لأول نقطة. انا الحمد لله بعد لما فطمت الزغاليل زي ما انتم شايفين كده، تمام، انا مجموعة الزغاليل اللي فوق دي هي معظمها ذكور، ومجموعة الزغاليل اللي تحت تمام اناث. طيب الذكور دول انا سايب معاهم ذكر كبير. لو قربنا كده، تمام، ده ذكر كبير اهو، شباب، مش كبير قوي يعني، هو في سن الشباب. انا سيبته ليه وسط الزغاليل؟ انا ليه هدف ان انا اسيبه وسط الزغاليل عشان خاطر يعلم الزغاليل الصغيرة دي، تمام، يعلمها ان هي تبدأ تعتمد على نفسها وتاكل لوحدها. يبقى انا الزغاليل برضو لازم اسيب معاهم فرد شباب يعلمهم ازاي ياكلوا لوحدهم. الزغاليل اللي تحت برضو لو جينا نبص، تمام، انا سايب الفرد ده، الانثى دي، تمام، دي في مرحلة القلشة اهي، دي اكبر منهم، بحيث ان هي تعلمهم برضو ان هم يعتمدوا على نفسهم ويبدأوا ياكلوا لوحدهم. طيب طبعا انا ما ينفعش احط الزغاليل دي في مطار مع الازواج الكبيرة وادخلهم مباشرة على المطار الكبير، وده برضو لعدة اسباب. اول حاجة ان الزغاليل دي لسه ما بتعتمدش على نفسها في الاكل بنسبة 100%، ومحتاجين ان الاكل يبقى متوفر قدامهم، مفيش طيور بتضربهم. فانا ما ينفعش اخليهم ينخرطوا في المجتمع الكبير اللي هو المطار اللي فيه طيور كبيرة
ممكن تضربهم وممكن تمنعهم من انهم ياكلوا، ولازم ان انا اعودهم واطمن ان هم بياكلوا كويس جدا. بعد كده ابدا انقلهم للمطار الكبير. تمام. الطيور دي ما شاء الله احنا في شهر 7، ممكن يشتغلوا على شهر 12 شهر 1. فانا برضو هنا حاطط الذكور لوحدها فوق، وحاطط الاناث او البنات لوحدها تحت. تمام. دي كانت اول حاجة كنت حابب اوضحها، انا ليه فصلت الذكر وليه سبت الزغاليل هنا ما حطيتهاش في المطار الكبير. تمام. الزوج ده للاسف هو خلاص بدأ يشتغل والانثى عليها البيضة، فما قدرتش ان انا افصله. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه مع المزرعة. كان في شغل كتير جدا اتعمل، وليه كل عين فيها 2 طاجن. هنوضح كل ده دلوقتي، وهنوضح احنا بدأنا نشتغل مع الطيور ازاي. تمام. دي البياضات اهي، خليكم معايا. دي البياضات اهي بعد ما طهرناها. تمام. احنا قلنا ان احنا هنطهر البياضات كلها بخل. انت خلال الشهرين اللي انت مريح فيهم الطيور، مفيش مشكلة ان انت ترش البياضات كل اسبوع مرة بمية بخل. تمام. انا الخل معايا زي الفل وكافي جدا، طالما البياضات نظيفة مفيش فيها اي حشرات. انا بطهرها بالخل وبتبقى الدنيا زي الفل. هنطلع سوا مع بعض دلوقتي نشوف المطارات الكبيرة بعد ما فصلنا الطيور. تمام. لو جينا نبص على كل الاقفاص، كل الاقفاص خلاص انا فضيتها وشلت البياضات. تمام. خلاص بدأت بقى ان انا اريح طيوري. يلا بينا نطلع نشوف المطار الكبير. زي ما احنا شايفين ده المطار الكبير اهو، ده فيه الذكور. تمام. ده كله عبارة عن ذكور بس. كل الذكور اللي انا فصلتها، الذكور الكبيرة الشغالة انا حطيتها هنا، سواء ذكور فلل او ذكور عادية. تمام. وحطت لهم الاكل هنا اهو. تمام. تعالوا نشوف بقية المطارات الاول، وبعدين نتكلم عن الاكل باستفاضة. تمام. ونكمل كلامنا في الفيديو باذن الله. دي مجموعة اناث اهي. تمام. 4 بنات. لو تلاحظوا ان انا يعني المطار ده فيه 6 ذكور. تمام. المطار اللي قدامكم ده انا حاطط فيه 6 ذكور. تمام. مش مكتر العدد، المطار ما شاء الله متر. تمام. المطار ده انا حاطط فيه 4 بنات بس، 4 اناث شغالين. تمام. انا مش مكتر عدد الطيور داخل المطار. تمام. والاكل برضو محطوط اهو. ودوت تالت قفص معانا، قفص كبير شوية. تمام. اللي هو ال3 اكلات انا حاطط فيه الاناث اللي هي الفلل. دي كلها بنات فلل انا فصلتها. تمام. فيهم اللي لسه شبابات، وفيهم 3 اناث شغالين. تمام. وبرضه محطوط الاكل اهو. هما كانوا عندهم خضروات امبارح. طيب يلا نتكلم عن الاكل. الاكل اللي في المطار بتاع البنات الفلل هو الاكل اللي في المطار بتاع البنات العادية، هو الاكل اللي في المطار بتاع الذكور. طيب انت بدأت ازاي معاهم في الاكل يا احمد؟ بصوا يا جماعة، اول حاجة تمام انا هشتغل معاهم الاول املاح. تمام. بشتغل املاح بحاجتين. اول حاجة ادوية، تمام، او مكملات غذائية على المستنبت. وتاني حاجة الصدف، لو انتوا زي ما انتوا شايفين كده، او خلطة التحديق. بس خلطة التحديق انا بعتمد فيها على الصدف. ده صدف مطحون اهو، شايفين الطيور واقفة تاكل منه الصدف ده. تمام. ما شاء الله. الصدف المطحون ده مفيد جدا ككالسيوم للطيور، مفيد جدا في الهضم. الطيور عندي متعودة عليه. انا لما بشيل البياضات، طبعا البياضات بيبقى فيها صدف وهما بياكلوا منه برضو. لما بشيل البياضات لازم احط لكل الطيور صدف. ما ينفعش ان انا امنع عندي الصدف خالص من قدام الطيور. المستنبت ده تمام انا حطيت عليه كذا حاجة. حطيت عليه اوميجران، وحطيت عليه كوميت، وحطيت عليه بانش، وحطيت عليه ORS اللي هو املاح زي الهيدروسيف كده. دي املاح املاح معدنية مضادة للجفاف. تمام. املاح بشري بتتباع في الصيدلية البشري عادي جدا، اسمها ORS او هيدروسيف. اللي هتلاقيه موجود هما الاتنين زي بعض. حطيت 3 اكياس على كمية حوالي نص كيلو مستنبت. تمام. اللي انا موزعه على المطارات والاقفاص والسلكات. تمام. زي ما انتوا شايفين الطيور بتاكل منه. تمام. كنت انا مقدم لهم خضروات امبارح. دي بالنسبة للتغذية. يبقى احنا اول حاجة هنشتغل بيها في التغذية هي الاملاح. انا مش عايز الطيور يبقى عندها نقص في الاملاح المعدنية، فهبدأ اديهم كورس عن طريق التغذية.
تمام، وعن طريق خلطة التحديق او الصدف. تمام، الصدف ده انا بحط عليه ملح. تمام، طبعا خلطة التعفير عارفين ان انا بحط عليها برضو ملح. فدي اللي انا هشتغل بيه معاهم في اول اسبوع. طيب هنبدأ نحصن الطيور. قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنبدأ نحصن الطيور. نحصنهم ازاي؟ هنبدأ ندي في المية، تمام، اللي انتوا شايفينها دي خل 5 سنتي خل على اللتر مية، 5 سنتي خل على اللتر مية. تمام، تاني يوم بعد ما نشيل الخل هنفضي المية اللي بخل ونحط مية نضيفة، وهنحط على الأكل كيس خميرة فورية. هنحط على الأكل بتاعهم كيس خميرة فورية، وبرضه هوريكم ده عملي مع الطيور إن شاء الله. تمام، الخل وظيفته إن هو مطهر معوي. طيب والخميرة الفورية هتزود لي البكتيريا النافعة عند الطيور، يبقى أنا كده بحمي الطيور من أي أمراض معوية. تمام، احنا قلنا إن احنا هنشتغل مع الطيور خطوة بخطوة، وكلها بحاجات بسيطة، وكلها يعتبر عن طريق التغذية. انا كل اللي هحطه سواء في المية هحط خل 5 سنتي خل على لتر مية، وفي الاكل هحط خميرة فورية مع الاضافات بتاعتي. تمام، ده اللي احنا هنشتغل بيه خلال الاسبوع ده مع الاملاح المعدنية اللي انا ضفتها على الاكل. تمام، والملح اللي انا ضفته على ايه، على الصدف او خلطة التحديق. لو جينا نبص للمطار هنا، تمام، شايفين الاناث واقفة فين؟ واقفة قدام المطار بتاع الذكور. ده بقى هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا اللي كانت بتسأل في استفسارها عن التزاوج في الفيديو اللي فات، اللي لما انا رديت عليها وقلت لها من خلال الخطوات اللي احنا هنشتغل بيها بإذن الله، الطيور مجرد ما انت هتحط الطيور الأنثى اللي هتحطها مع الذكر هيحصل تزاوج في نفس الوقت. ليه؟ لأن زي ما انتوا شايفين كده كل أنثى شايفة الذكر بتاعها بس مش قادرة توصل له، وكل ذكر شايف الأنثى بتاعته بس مش قادر يوصل لها. شايفين الذكر اهو، الذكر اهو واقف قدام الأنثى، قدام البنات. تمام، فالموضوع دوت بيزود التحفيز عندهم. بس انا عايز في مرحلة راحة الطيور، انا مش عايز الطير يفكر في التكاثر. انا عايز كل اللي الطير يعمله ان هو يركز على التغذية، ويبدأ ان هو ياخد كل التغذية اللي هو محتاجها. شايفين الطيور ما شاء الله. تمام، بتاكل براحتها خالص. على فكرة انا ما صورتش الا ما الطيور تاكل. تمام، لازم برضو نديهم كده مساحة من الحرية وهم بياكلوا. وبعد كده قلت هصور لكم الفيديو، بس هم بقى بيفضلوا ينقنقوا كده في الاكل. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب. يبقى تاني حاجة اتعلمناها في الفيديو النهاردة ان انا هخلي الذكور كلها في مطار زي ما انتم شايفين كده، والاناث كلها في مطار. تمام، خلال الموسم انا لما باجي بريح الانثى لحد ما الذكر يفطم، وادخل بعد كده الانثى تبدا عش جديد مع الذكر. تمام، ليه؟ لان احنا لما هنيجي نوزع الذكور دي، الذكور اللي في المطار دي لما هنيجي نوزعها، كل عين الذكر هياخدها هتبقى دي العين بتاعته، مش هيطلع منها طول الموسم. الذكر مجرد ما خد العين وبقت العين بتاعته، الذكر مش هيطلع من العين بتاعته طول الموسم، والبنات هي اللي هتتحط للذكور. وبعد كده هبدأ ان انا اريح البنات وادخلهم تاني على الذكور كل عش. تمام، البنات وظيفتها ان هي تبيض وتحضن البيض اول اسبوعين، بعد كده الذكور بتبدأ ان هي تكمل التحضين. تمام، مجرد ما الزغاليل تبدأ تريش الذكور بتأكلهم لحد الفطام. تمام، طيب تالت معلومة عاوز أكد عليها، ما نزودش عدد الطيور داخل المطار. تمام، أيا كان، لو هتجيب حتى سلكات ما تزودش عدد الطيور داخل العين. على قد مساحة العين حط طيورك، ما تزودش عدد الطيور. تمام، يعني هنا الفلل دول ما شاء الله. تمام، أنا مش مكتر عن 5 إناث داخل القفص. تمام، الصدف اهو زي ما انتم شايفين، الانثى واقفه بتاكل اهي من الصدف بعد ما اكلت من المستنبت. المستنبت ده عليه كميه املاح كبيره، هننزل برضو نشوفها مع بعض دلوقتي، هوريها لكم على الطبيعه. تمام، اهي شايفين الاناث بتاكل من الصدف. الصدف مهم جدا 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 للطيور، ويعتبر افضل فرش بياضه انا استعملته. طبعا البياضات اللي تحت دي لما هنيجي نطهرها قبل ما ندخلها الموسم هنطهرها بجير مطفي. احنا دلوقتي بنشتغل بخل، مجرد ان احنا بنرش عليها خل كل فترة،
عشان احمي البياضات من اي حشرات. بعد كده خلال الموسم بقى احنا هنشتغل بجير مطفي على الصدف، هنشتغل بجير مطفي على الصدف ده. تمام. هبدأ ان انا افرش البياضات صدف زي ده للبنات او للاناث، وهبدأ ان انا احط عليه جير مطفي عشان اطمن ان البياضة بتاعتي نظيفة وزي الفل. طيب يلا بينا ننزل نشوف كده الاضافات اللي احنا حطيناها على التغذية. زي ما انتوا شايفين دي الاضافات اهي. تمام، هنشرحها مع بعض. ده الكوميت. الكوميت هو مجموعة من فيتامين بي المركب. تمام. فيتامين بي 2 وبي 6 وبي 12. تمام. ومجموعة من الأحماض الأمينية. تمام. الأحماض الأمينية طبعا مهمة جدا للطير. ده الكوميت. تمام. بنحط منه قيمة معلقة صغيرة كده على الخلطة بتاعة المستنبت. تاني حاجة معانا الأوميجران. تمام. والأوميجران مهم جدا لتحسين قشرة البيضة ولتحسين نمو الزغاليل والحل مشكلة الافتراس. فأنا كل ده بجهز الطير الأهالي للموسم الإنتاج اللي جاي بإذن الله، إن الأهالي ما يبقاش عندها أي مشكلة سواء في البيض أو سواء في مشاكل الافتراس، ما يبقاش عندها أي نقص في الأحماض الأمينية أو الأملاح المعدنية. تمام. ده الأوميجران أهو. تالت حاجة معانا البانش. البانش هو عبارة عن مجموعة من الأملاح المعدنية. تمام. وبيساعد على هضم أفضل للطير. طبعا في نسبة فيتامينات عالية التركيز. تمام. كل ده بيساعد الطير. الأملاح المعدنية أنا شغال الأسبوع ده كورس أملاح معدنية مع خلطة التحديق والصدف اللي عليه جير مطفي وعليه ملح. تمام. كل ده أنا بقدم للطير كورس أملاح معدنية بحيث إن هو ما يبقاش محتاج أي أملاح معدنية، بالإضافة إلى ال ORS. تمام. أو الهيدروسيف. دي أملاح معدنية بشري. تمام. أو اللي هو محلول الجفاف بتاع الأطفال اللي هو هيدروسيف أو ORS. الاتنين نفس الاستخدام من الصيدلية البشري. بضيف برضو يعني أنا ضايف 3 أكياس تقريبا من ال ORS على نص كيلو مستنبت. تمام. دي كده كمية الإضافات اللي احنا حطيناها على الأكل النهاردة. قلنا كمان هنشتغل خلال أول أسبوع مع الطيور تحصين ضد الأمراض المعوية. أنا بشتغل تحصين بحاجات طبيعية. بشتغل تمام زي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا. هحط مثلا للزوج هحط خل على المية. تمام. يومين في الأسبوع هحط خل على المية. تمام. طيب تاني يوم غيرت المية بمية نضيفة، المية اللي عليها خل غيرتها بمية نضيفة. أبدأ إن أنا أعمل إيه؟ أبدأ إن أنا أحط تاني يوم خميرة فورية على المستنبت. أحط على المستنبت خميرة فورية. ليه؟ لأن طبعا الخل بيقتل كمية بكتيريا كبيرة داخل معدة الطير، فأنا بعوضه بالخميرة الفورية. بتزود لي البكتيريا النافعة داخل جسم الطير، وبتزود لي البكتيريا النافعة داخل معدة الطير، فبيساعدني على ان الطير يقدر يواجه اي امراض معوية. يبقى انا كده اشتغلت معاه ان انا بقدم له كورس املاح معدنية محترم. بحط له طبعا التحديق بتاعه باستمرار طول فترة الراحة. بشتغل معاه ضد الامراض المعوية. قدرنا ان احنا نفطم الزغاليل على خير. حطينا مع الزغاليل كل مجموعة معاها فرد كبير يعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم في الاكل. بعد كده ادخلهم بقى في المطار الكبير مع المجموعات لما يبداوا يبقوا شباب كده. تمام. لان التور دي ان شاء الله ممكن تشتغل معانا مثلا على اول السنه على يناير باذن الله. تمام. ايه تاني عملناه؟ فصلنا الذكور والاناث. حطينا الذكور في مطار والاناث في مطارين صغيرين، وما زودناش عدد الطيور بحيث ان احنا ايه نخلي في اشتياق بين الذكر والانثى. تمام. خليكم معايا كده. زي ما احنا شايفين كده ده زوج، يعني الفرد الموف ده والانثى الفول بادي ده زوج اهو. شايفين واقفين قدام بعض ازاي؟ دول انا لسه فاصلهم النهارده. الزوج ده كده هو عاوز يتزاوج، بس طبعا هو مش قادر يوصل لبعضه او مش قادر يتزاوج. طيب انا لما اسيب الطيور ترتاح تمام وتبقى بالمنظر ده، هي الطيور مشتاقه لبعضها زي حب في الزنزانه كده، فاهم؟ الطيور شايفه بعضها من خلال السلك بس مش قادره توصل لبعضها او مش قادره ان هي تعمل تزاوج. فانا مجرد ما هبدا ابوب الذكور اودي لكل ذكر باب، هبدا بعد كده ان انا احفز الذكور لمده اسبوع وادخل لهم الاناث في اخر التجهيزات خالص قبل بدايه موسم الانتاج.
مجرد ما هتدخل النتاية للذكر هيبقى الذكر بصهم ما هيصدق زي ما بيقول. اول ما هتدخل النتاية على الذكر ان شاء الله هيبدأ يحصل تزاوج مباشرة، وهتشوف بقى التعاون ما بينهم في الانتاج، والتعاون ما بينهم في تحضين البيض وفي تأكيل الزغاليل، وان شاء الله يبقى موسم انتاج ناجح معانا بإذن الله. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.